هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهاردة بقى هنعمل الزبادي. طبعا بدأنا بقى في تجهيزات رمضان من الفيديو اللي فات وحاجات رمضان الجميلة. هنعمل بقى النهاردة الزبادي زي ما انتم شايفين كده، حلو ومتماسك. مش هتصدقوا ان هو ازاي طلع معاكم كده من اول مرة. كل تركاته حقيقة تتبهروا بالنتيجة، تبقوا مبهورين يعني ازاي كده. وكمان طعمه احلى واقوى وغني جدا عن بتاع بره. بصوا متماسك ازاي، ويعني سميك وبتقطع معايا كده، يعني مفهوش ميه خالص ولا سايل، بجد ماسك قوي. اول حاجة انا معايا 1.5 كيلو من الحليب. انا الحليب بتاعي يعني حليب من اللبان عادي، يعني سايل مش معلب. انا الحليب بتاعي ادام انا جايباه حليب من اللبان كده، لازم الاول اغليه. يعني اغليه ازاي؟ اسيبه كده يغلي، يعني حوالي ربع ساعة كده. اول ما يبدأ يغلي نوطي عليه كده، نهدي عليه النار عشان يبدأ يطلع السوائل اللي فيه. وبعد ما يغلي خالص كده ربع ساعة مثلا، واحس ان الكمية بتاعته قلت شوية، اروح مطفية عليه النار واسيبه بقى يهدى خالص لحد درجة حرارة من 45 لحد 50، او لحد كده ما يعني نستحمل ايدينا فيه حوالي 30 ثانية، اللي هو زي دمعة العين كده يعني. طب لو اللبن بتاعنا مبستر اللي هو لبن معلب جاهز، دوت مش هنغليه خالص، ده هنسيبه بس لحد ما يسخن لحد درجة 50 او حاجة 40 48 وبس. هنسيبه لحد ما يسخن كده، وبرضه نستحمل ايدينا حوالي 30 ثانية كده، يعني هنعدي خطوة اللي هي الغليان وتبخير المية الزيادة فيه. بس كده. ومعايا بقى معايا علبتين زبادي من الصغيرة. يعني انا استخدمت حوالي العلبة 175 العلبة 75 جرام، يعني 150 جرام مثلا، او 3 معالق كبار كده. يعني لكل كيلو من الحليب معلقتين كبار من الزبادي. وبعدين ضفت معلقة كده كبيرة من السكر عشان يعني يدي طعم اكتر زي الجاهز كده. وقلبتهم على بعض، ضفت لهم معلقتين من الحليب كده وقلبتهم مع بعض عشان يبقى الخليط يعني سايل كده وكريم معايا. وبعدين ضفتهم بقى على الحليب وقلبتهم كده كويس. خلاص بقى، وهبدأ بقى يعني وهو كده انزله بقى في الطواجن بتاعتي، او اي كوبايات، اي قوالب، اي قالب تحبوه ضيفوا فيه. انا عملت كده في الفخار عشان زبادي الفخار بيكون طعمه حلو قوي. بجد هتجربوها تحس طعمه كده مختلف، بيكون طعمه حلو قوي. استخدموا بقى اي قالب تحطوا فيه كوبايات بقى او اطباق صغيرة. ممكن كمان علب تلاجة، يعني الكمية اللي انتوا او على حسب الكمية اللي هتقسموها. حطيتهم بقى كده كلهم في صينية كده. يعني انا كان عملوا معايا الكمية دي وكمان 3 اطباق يعني صغيرين، يعني ما شاء الله الكيلو ونص عمل معايا كمية كويسة. حطيتهم كده في صينية تكون الحيطان بتاعتها عالية شوية، وضفت لها لحد نص الاطباق كده مية تكون مغلية، بس مش مغلية قوي، لا تكون مغلية وسايبينها كده تبرد حوالي يعني 10 دقايق. بعدين بقى حطيتها سخنت الفرن لمدة 10 دقايق، وبعدين يعني طفيته وحطيتهم كده في الفوطة زي ما انتوا شفتوا، وحطيتهم لمدة 4 ساعات ونص. يعني انا اخدوا معايا 4 ساعات ونص ولقيتهم يعني متماسكين كده. ممكن 4 ساعات، من 4 ساعات ممكن ياخد معاكم من 4 ساعات كمان ل8 ساعات على حسب القالب اللي انتوا حاطينه فيه. بس انا القوالب بتاعتي عشان صغيرة فخدت وقت اقل. وبعدين بعد ال4 ساعات ونص حطيتهم في التلاجة لمدة يوم كامل، وده كان شكلهم كده. ممكن بقى تحطوا مش شرط يوم كامل في التلاجة، ممكن ساعتين 3، بس كل ما قعد في التلاجة اكتر كل ما كان احلى. هستناكم تجربوه، ولو عجبتكم الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.